اهلا وسهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اتكلم معاكم عن كورس اسمه قوة الحضور. الكورس ده مهم جدا جدا جدا. اتمنى من حضراتكم تسمعوا الكورس ده بقلبكم. الهدف منه ان انت تكون حاضر في اللحظة اللي احنا فيها. حاضر يعني ايه حاضر؟ حاضر بجسدك، حاضر بنفسك، حاضر بروحك. ما انتش بتفكر في الماضي اللي عدى ولا في المستقبل اللي جاي. ما انتش قلقان ولا خايف. قوة الحضور معناها ان احنا بنعيش حياتنا لحظة بلحظة. ما بنعيش حياتنا ساعة بساعة، يوم بيوم، اسبوع باسبوع، شهر بشهر. انت بتعيش حياتك لحظة بلحظة. فالهدف في الكورس ده ازاي نعلمك تحضر في اللحظة، وانك انت تعرف وتكون متأكد ان الماضي اللي عدى انا مش هقدر اغير فيه حاجة ولا هقدر ارجعه، والمستقبل اللي جاي انا ما اضمنش اعيش دقيقة فيه. فانا حاليا لا املك الا اللحظة اللي انا موجود فيها دلوقتي مع حضراتكم. لما تتدرب على وجودك في اللحظة اللي انت فيها، انت هتتخلى عن مشاكل كتير جدا، وعن حاجات كتير جدا مرت في حياتك، تجارب قاسية، صدمات مرت عليك. اي حدث كان بيألمك في الماضي وانت جاي وماشي وجره معاك طول الطريق وعمال تاخده كتعبير عن هويتك الشخصية، وكأنك بتقول ان انا لو سبت الألم بتاع الماضي ده فانا خنت الماضي بتاعي. لا، احنا لما بنعلمك كورس قوة الحضور احنا بنعلمك ازاي تاخد الماضي ده كتجربة ليك تكون دافع لتطويرك، وتعرف كمان ازاي تستجيب للأحداث، وتفصل ما بين الماضي بتاعك وما بين تأثير الماضي عليك. وفي الفترة اللي جاية إن شاء الله هتتعلموا ازاي تقدروا تحددوا أهدافكم. انت عايز ايه بالظبط؟ الناس اللي ماسكة في الماضي بتاعها بكل آلامه وجراحه ووجعه مش هتعرف تشوف أهدافها ولا أحلامها، لأن هي عندها معتقد راسخ عندها إن هي مش هتعرف تنجح زي ما فشلت قبل كده. احنا عايزين نكون فاهمين وواعيين ومدركين ان اي تجربة فشلنا فيها كان الهدف منها ان هي تكون الرسول بتاعنا، انها تكون المرشد بتاعنا، المنقذ بتاعنا، تكون هي اللي جاية تطورنا وتنمينا، ما تكونش هي الدافع ان احنا نرجع ونتراجع. وإن لم تتقدم فسوف تتقادم. مهم جدا إن أنت تعرف إن كل تجربة أنت مريت بيها هي جاية تعلمك رسالة، هي جاية رسول ليك تقول لك انت عايز ايه، انت هتروح فين ولا هتفضل واقف مكانك مش هتتحرك. مهم جدا نعرف ان كل التجارب اللي احنا مرينا بيها هي جزء مننا، لكن مش هي انت الآن. في كورس قوة الحضور هتعرف وعيك واقف فين، وهتقدر تميز بين التجارب الفاشلة اللي انت بتطلق عليها فاشلة ولكنها انا بشوفها ان هي دافع للتغيير والتطوير المستمر، ودافع ان هي تنمي عندك النمو الذاتي او النمو الشخصي، وتكون هي الدافع انك تتطور وتنقل من حال لحال باذن الرحمن. احجزوا معانا في كورس قوة الحضور، هتستفادوا جدا، هيفرق معاكم في نظرتكم لنفسكم ونظرتكم للناس اللي حواليكم، وكمان اسقاطاتكم على المواقف والاحداث اللي مرت عليكم واللي انت جاي منه. حياتك بتعيشها لحظة بلحظة. انتهز الفرصة وانتهز اللحظة اللي هتسمع فيها الإعلان بتاعي، واحجز معانا في كورس قوة الحضور إن شاء الله تستفاد بيه. تحياتي نعم عبد الله، مستشار الصحة النفسية والتنمية الذاتية.